اهلا وسهلا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. النهارده معايا بقى ايه؟ ميزانيه للمبتدئين بابسط طريقه لاداره المصروف بتاع البيت، ايه وكمان ايه ندخر منها. خلاص، عشان تعرفي تدخري من الميزانيه او تعرفي تحوشي لك قرش او الكلام ده كله من مصروف البيت، اتبعي الخطوات دي وان شاء الله هتكون اجمل ميزانيه ممكن تعمليها لو مشيتي على نفس الخطوات كده وايه ونفس البنود. وان شاء الله كل واحده ميزانيتها هتنجح معاها باذن الله، وتقدر توفر وتجيب لنفسها اي حاجه هي عايزاها. اول حاجه عندي هنا، على حسب الدخل احدد الميزانيه. خلاص، يعني انا اشوف دخلي كام. لو انا باخد مثلا 4000 جنيه، اشوف بقى فواتيري، اشوف مثلا الكهرباء والحاجات دي كلها والفواتير بتاعتي، اشوف لو باخد منها فلوس للدروس، اشوف لو بجيب منها حاجات مكان التمويل لو انا مش بصرف تموين، الكلام ده كله. واجي بقى ايه بعد لما احسب كل اللي انا عايزاه واللي انا هطلعه من الفلوس كلها، اشوف انا هعمل ميزانية قد ايه للاكل والشرب. ميزانية الاكل والشرب دي بقى عشان ايه؟ دي اللي هندخر منها. خلاص، فانا على حسب الدخل احدد الميزانية. طب انا خلاص كده حددت الميزانية، والميزانية بتاعتي مثلا ب2000 جنيه، ب3000 جنيه، ب4000 جنيه، على حسب كل أسرة وعلى حسب كل واحدة والتانية على قد ايه عدد الأفراد بتاعة الأسرة. خلاص، فأنا مثلا لو أنا باخد 3000 جنيه، باخد 4، باخد 5، باخد 10، على حسب كل واحدة وإيه وميزانية بيتها وعدد الأفراد والكلام ده كله. فأنا على كده إيه هحدد إيه المصروف بتاعي. أنا كده مثلا حددت مثلا مصروفي مثلا 3000 جنيه. خلاص، أروح أول حاجة عاملة بند. اول حاجه الادخار، هي اول حاجه خالص خالص خالص. ان شاء الله كده احنا نطلع صدقه. مثلا لو انا باخد 3000 جنيه، مثلا اطلع لي 100 جنيه كل شهر مثلا صدقه، اتصدق بيها عن ان ربنا يبارك في الباقي، وان ايه واني ما احتاجش اي حاجه لحد اخر الشهر. خلاص، فانا بطلع صدقه. وايه دي اول حاجه خالص من الايه بعد لما انا احسب فواتيري واحسب الدنيا بتاعتي كلها هتكلف كام وهيتبقى لي كام بقى مصروف الاكل والشرب بس. مصروف الاكل والشرب بس ده هنعمل منه ايه؟ نطلع منه الصدقه ونطلع منه الادخار. الادخار ده ايه بقى يا بنات؟ إن مثلا انا مثلا معايا 3000 جنيه، انا اخد من كل 100، من كل 1000 100 جنيه، اخد من كل 1000 100 جنيه. خلاص، فانا من 3000 هاخد من كل 1000 كام اللي هي 10% اللي هي ايه 100 جنيه. خلاص، تبقى انا هاخد 300 جنيه دول احطهم ايه ادخار لو هي 3000 للاكل والشرب بس. مثلا هتقولي لا انا مثلا احنا بناكل وعايزه حاجات كتير والكلام ده كله. خلاص يا ستي، ادخري 100، اعملي ادخار 200، اعملي ادخار 300، على حسب. بس هي كل 1000 لازم كل واحد يطلع منها ايه 100 جنيه كده، تعتبر ان هي مش موجوده اصلا في الميزانيه. فانا اخد ال 100 جنيه دي ادخار، احطها في حصاله، ادخل بيها جمعيه كل شهر، مثلا انا واصحابي او انا وجيراني، جمعيه بسيطه كده كل شهر ب 100 جنيه، على حسب. ماشي، فانا ايه اول حاجه دي انا ايه هعمل بند الادخار. تاني حاجه بقى بند اللحوم. اجيب بقى اللحوم بتاعتي شهريا، ما اجيبهاش بالاسبوع والكلام ده كله، عشان الاسعار بتختلف كل اسبوع عن التاني. اوقات بتبقى الاسعار مرتفعه واوقات بتبقى الاسعار منخفضه، فانتي مش ضامنه. فانا مثلا لو عامله مثلا هنا بند اللحوم مثلا حاطه له 1500 ولا 1000 ولا 2000 على حسب ما انا بحط برضو البند بتاع اللحوم. فانا ايه ما اجيش مثلا اكون جايبه اللحمه مثلا الاسبوع ده ب 300، اروح الاسبوع الجاي الاقيها ب 330. مثلا جايبه الفرخه النهارده مثلا عامله 2 كيلو ب 180 جنيه، الاقيها الاسبوع الجاي عامله ال 200. لا، انا مثلا اعمل ايه بقى؟ اروح جايبه اللحوم بتاعتي ايه شهريا واقسمها وجبات، واجيب كل اللي انا عايزاه اللحوم والاسماك والحاجات دي اجيبها ايه شهريا. تبقى احنا هنجيب اللحوم شهريا، هنعمل ادخار شهريا. هنجيب الخضار ده بقى ايه الخضار، شراء الخضار ايه اسبوعيا. تبقى انا كده عندي اللحوم شهريا، الادخار برضو شهريا. اول ما امسك المصروف اعمل ادخار واشتري اللحوم والخضار ده اقسمه على 4 اسابيع لو انا بحب انزل السوق كل اسبوع عشان اجيب الحاجه فريش. لو بنزل مثلا كل 10 ايام، برضو انا برضو بقسم كل 10 ايام ايه بنزل 3 مرات في الشهر اجيب خضار وفاكهه. لو بنزل كل مثلا 15 يوم تبقى انا هنزل مرتين في الشهر. انت بقى ايه وحسب ما انت بتنزلي تجيبي الخضار بتاعك. خلاص، رابع حاجه بقى برضو اللي هي البقوليات والمنظفات. رابع حاجه وخامس حاجه بقوليات ومنظفات. البقوليات دي اللي هي ايه خزين البيت، الرز والشعريه والمكرونه والحاجات دي كلها، لسان العصفور، العدس، اي حاجه فيها ايه بقوليات، التوابل، الكلام ده كله. فانا دي بروح للعطار
العطار او بتاع العلاف اللي جنبي، والفول بتاع التدميس، الفول المدشوش عشان اعمل بصاره، اعمل طعميه، الكلام ده كله. فانا بروح اجيب الحاجات دي ايه شهريا. خلاص، تبقى انا بجيب البقوليات شهريا، بجيب اللحوم شهريا، بجيب المنظفات برضو شهريا. المنظفات برضو عشان توفري فيها، انت بتجيبي لك مثلا ايه الصابون السائل ده، بلاش الحاجات والشركات والكلام ده كله. الكيلو بيتباع اللتر بينباع فرط عادي في السوق. ممكن تجيبي لك 3 لتر في من مكان لمكان بتختلف الاسعار. وفي ناس يعني في حاجات يعني رديئة، وفي حاجات كويسة. وكل يعني ايه ممكن تلاقي في ناس بتبيع الكيلو ب7، وفي كيلو ب12، وفي كيلو ب15 على حسب، او اللتر زي ما انتوا بتحسبوها. فانت بتروحي تجيبي مثلا ايه ليكي مثلا 5 لتر ولا حاجة، مش هيكلفوكي قد ما انت بتجيبيهم من الجراكن اللي هي الايه اللي هي بتاعة الشركات اللي بتبقى غالية، الجركن ب90 وب80 والحاجات الغريبة دي. خلاص، فانا هجيب ايه منظفاتي شهريا. والبرسيل بتاع الغسالة مثلا انا مش هجيب مثلا ايه بقى الحاجات بتاعت الشركات العالية اللي هي ال10 كيلو وال5 كيلو والكلام ده كله. اللي قادر واللي معاه يجيب، انا مش بقوله ما يجيبش، خلاص ماشي. اللي مش معاه واللي عايزة توفر بتروح تجيب ما بقى ايه تجيب لها 2 كيلو مثلا منظفات سايبة، اللي هو البرسيل السايب بنباع سايب ده. وتجيب لها مثلا كيس اوكسي اللي هو ب25 او اللي هو ب50 على حسب. وتروح مقلبة البرسيل الفرط مع الاوكسي ده او البرسيل او اي حاجة هي جايباها تانية. وايه وتاخد منها بالكوباية كده كل غسلة. وايه ودايما ايه خلي الهدوم النظيفة في الاول، عشان ايه ما تاخدش معاكي مسحوق كتير. وايه وانت بقى الادوار اللي فيها هدوم متسخه يعني اتساخ جامد ده، بتروحي ايه مزوده شويه. خلاص، وعندك هنا الصابون اللي هو الابيض بتاع الغسيل ده، بتجيبي لك صابونه تبشريها للهدوم البيضه والحاجات دي، بتخلي الهدوم تنور. خلاص، فبند المنظفات ده ايه انتي اشتري فيه الحاجات السايبه، وهاتيها برضو ايه شهريا. تبقى عندنا ايه بقى زي ما احنا قلنا كده شراء الاساسيات شهريا اللي هي اللحوم والبقوليات والمنظفات. خلاص، الخضار والفاكهه اسبوعين او كل 10 ايام زي ما قلنا ماشي. المنظفات برضو شهريا، وتكون ايه وتكون سايبه. خلاص، وعلى حسب برضو كل واحده وميزانيتها، وكل واحده على قد ما تقدر. انا على قد ما اقدر عشان ايه تقدري توفري قرش وتقدري تعملي حاجه لنفسك. خلاص، شراء البقوليات برضو شهريا اللي هي الارز والحاجات اللي احنا قلنا عليها، وشراء التوابل ماشي. سادت حاجه بقى عندنا عمل منيو اكلات كل اسبوع، عشان انا ما اكونش في حيره كل يوم انا هعمل ايه، انا هطبخ ايه النهارده. انا مثلا الاسبوع ده عندي مثلا ربع كيلو لحمه مفرومه، وعندي مثلا فرخه. خلاص، انا عارفه ان انا مثلا ممكن اعمل صينيه مكرونه بالبشاميل في يوم، وهعمل مثلا في يوم مثلا تاني محشي والفرخه، او هعمل فرخه في صينيه بطاطس وشويه رز بشعريه. واشوف ال4 ايام الباقيين بقى ايه، او ال5 ايام الباقيين ايه هقسمهم ازاي. يوم مثلا كشري، يوم مثلا مكرونه بالصلصه جنبها شويه بطاطس محمره وشويه بيض مسلوق. يوم في مثلا عدس، يوم في كشري كشري المصري ده، يوم كشري اسكندراني، يوم مسقعه. اشوف انا اقسم ال7 ايام بتاعه الاسبوع، اشوف كل يوم انا هعمل ايه. يوم سمك ماشي، تبقى انا اشوف انا ال7 ايام ده كل يوم كل اسبوع اعمل اكل شكل. يعني انا مثلا الربع كيلو لحمه ده، انا جبت النهارده ربع كيلو اللحمه عملته صينيه مكرونه. الاسبوع الجاي اعمل نفس ربع كيلو اللحمه ده، بس اعمله ايه كفته مثلا. مثلا الاسبوع اللي وراه اعمله مثلا في صينيه كوسه بالبشاميل. يعني نوعي. خلاص، يعني هو نفس كيلو الربع كيلو لحمه، بس هنوع فيه اشكل انا الاكل. خلاص، يعني الفرخه عملتها الاسبوع ده مثلا في صينيه بطاطس، الاسبوع الجاي ممكن اعملها كنتاكي، ممكن اعملها جنب حله محشي. شوفي انت عايزه ايه، انا بديكي اختيارات وانت ايه امشي عليها، وانت حرة. كل واحد برضو هو ادرى بميزانيته وادرى ببيته بياكل ايه وما بياكلش ايه والكلام ده كله. في ناس ما بتحبش الاكل الشعبي، في ناس كل اكلها بروتين، بتزود اللحوم وكل يوم برضو بروتينات. فده برضو كل حاجة ترجع لكم. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا. واللي عايز اي حاجة يكتب لي وانا تحت امركم في ميزانيات في اي حاجة. ويا رب ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. لو في اي حاجة ايه انا قابلة كل الكلام، انتقادات، اي حاجة، اللي عنده تعليق على اي حاجة، اللي عندها فكرة جديدة تقولها لي برضو. يعني ايه ربنا يخليكم ليا يا رب، ويا رب الفيديو يكون عجبكم.